السلام عليكم ورحمة الله. هكلمكم النهاردة عن حاجة أنا ملاحظاها في ناس كتير قوي، ويعني بقى طابع الشعب المصري عموما. العصبية. كله بقى يقول أصل أنا بتعصب، أصل أنا عصبي. لدرجة إن خلاص هيكتبوها في البطاقة جنب مسلم ومصري عصبي. يعني ده يبقى الطبع الجديد بتاعنا يعني. بصوا يا جماعة، هي دي شماعة احنا بنعلق عليها مشاكلنا كلها. اصل انا كنت متعصب، اصل انا كنت عصبي، اصلها عصبتني، اصل هو عصبني. شايفين؟ طيب، وانا شايفة انا ليه قلت الشعب المصري بالذات؟ الشعوب العربية عندها عصبية على فكرة برضو، ولكن احنا بقينا يعني التوب. آه انا بشوف ان ده لايف ستايل. يعني ايه؟ يعني احنا بقت اسهل حاجة عندنا ان احنا نعلي صوتنا ونتعصب. متخيلين ده بيحل المشاكل؟ او حتى اللي هو بقى ايه، آه ده بقى رد الفعل على طول. العصبية ليها اسباب كتير، وانا مش جايه لكم النهارده عشان نقعد نناقش في كده. يعني لا، تعبنا بقى من ان احنا نقول ال اسبابها ايه وكده. ممكن تكون في حاجات من الطفولة، وممكن تكون في ضغوط انت عايشها، وممكن تكون تفكير زايد ومخك شغال، وممكن تكون كبت لمشاعر او كبت صدمات، يعني قصة كبيرة. او ممكن تكون فهم غلط، يعني حد عمل حاجة فانت فهمتها عكس ما هو عايز يوصلها لك فتعصبت. يعني قصة كده. فانا عايزة اسيب كل الاسباب دلوقتي، مش عايزة اتكلم في الاسباب. انا عايزة اعمل بديل وحلول للعصبية بغض النظر ايه سببها. اتفقنا؟ يعني ايه؟ يعني مثلا هديكم مثال. احنا كلنا بنحب القهوة، اعتقد اغلبنا يعني. فاي حد لما بيبقى دماغه مش مظبوطة، مزاجه مش رايق، مش في المود، يعني الجمل دي لما بتتقال لسه صاحي، بقول لك ايه الاستباحة بتاعتي لسه انا اسفة يعني اقول لكم بالكلام الدارج. بيقول لك ايه، استنى بس اشرب القهوة بتاعتي، يبقى انا عملت رابطة في المخ بتقول ان لما اشرب القهوة عقلي بيتظبط، مزاجي بيروق، ببقى في المود، بصطبح. جبت لكم اهي الجمل تمام. اللي بيحصل ايه؟ القهوة ما فيهاش كمية كافيين ضخمة قوي تعمل لحضرتك اللي انت قلته ده، ولكن عشان انت معتقد ان القهوة هتعمل كده، فالعقل بيجذب اللي هو مصدقه. العقل بيجذب اللي هو مصدقه. فانا رايح اعمل كوباية القهوة وانا مصدق ان الكافيين اللي فيها هيظبط لي دماغي. فبيحصل مش عشان القهوة، لا، عشان عقلك عاوز كده. خلي بالكوا قدرات العقل ضخمة. اقسم بالله العظيم لو كل واحد فيكم وصل لقدرات عقله، اللي انا عايزه اقول لكم هتبقوا عاملين زي الصحراء كده. سحرة فرعون، هتبقوا ماشيين كده بتجيبوا كل حاجة لحد عندكم. سبحان الله، ربنا جعل العقل البشري ده رهيب بجد رهيب. طيب، ودي قدرات الإله في حضرتك عشان تبقوا فاهمين، يعني ده مش اختراعة، دي قدرات الله العظيم فيك انت يا بشري. لازم تبقوا فاهمين ده. طب امال هي مش عندنا ليه يا كوتش؟ امال احنا ليه عايشين؟ عشان انتوا اللي مش مفعلينها، انتوا اللي مش مستخدمينها. زي بالظبط كده، اما كل واحد فيكم يبقى عنده اوضه فيها ذهب. دهب بقى، الذهب دلوقتي غلا فرقع ايه ما اقولكوش يعني. ف كل واحد فيكم عنده اوضه فيها ذهب، وانتوا اللي سايبينه، انتوا اللي راميين الصندوق بتاع الذهب. فتبقى عايش تعبان ومتألم ومعكش فلوس ونفسك تجيب كيس شيبسي، واقول لك يا عم ما تفك كيس الذهب. يا عم تقول لي هو فين اصلا، انا ما اعرفش. هو ده بالظبط، انت ما تعرفش فين الحاجة اللي هتخليك يعني بتستخدم قدرات او ملك في حياتك. هو برضو كده العقل مليان قدرات بس احنا اللي مش بنستخدمها. انا بجيب لكم مثال بسيط يفهموا العقل العادي، علشان يعرف يطبق في اللي انا هقوله بقى. فانا جبت لكم مثال القهوة عشان اغلبنا بيعتمد عليها في تظبيط الدماغ والمزاج. ومع ذلك هي بتعمل كده مش عشان هي الكافيين بتاعها فظيع قوي، لا، عشان انت اللي قلت لعقلك كده. فعقلك عمل لك اللي انت قلته له.
كوباية القهوة تظبط. تمام. والله انا لو شربتك مشروب شبه القهوة وريحة القهوة بس هو مش قهوة، يعني عملت لك كده يعني زي ما بيقولوا ايه، آه، آه، مكسبات الطعم والريحة دي. لو عملت لك مشروب كده لونه بني كده زي القهوة، وحطيت لك الفلافور بتاعها ده، انت نفسك هتقول لي يا ظبطت لي مخي، او انا جايه قايله لك بس ما كانتش قهوة، ده كانت شوية مية بقرنفل مثلا. ماشي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان العقل متبرمج على كده. اللي حصل ان العقل عامل رابطة ضخمة جواه ومصدقها فماشي وراها، ان القهوة بتظبط الدماغ. اتفقنا؟ طيب. العلماء عملوا التجربة دي، يعني في تجربة مرة حصلت على طلاب مدرسة قسموهم اتنين. جابوا قالوا للطلاب كلهم الأول إنه إحنا هنعمل عليكم تجربة عن طريق مادة كحولية بتعمل تسكير، يعني سكر للجسد وكده. بس إحنا محتاجينها ضروري التجربة دي، مش عارفة إيه. خلاص العقل عندهم أخد معلومة إنه إن هم هيشربوا حاجة فيها كحول. فقسموا الطلبة دول خمسة وخمسة، يعني مجموعتين. المجموعة الأولانية ادوهم مية في أزايز غامقة، بس قالوا لهم إن هي دي المادة اللي فيها كحول. والطلبة التانيين ادوهم فعلا المادة اللي فيها الكحول. واكتشفوا بعد ساعة من شرب المجموعتين للمادة دي، لقوهم كلهم طالعين سكرانين، يعني اللي شربوا المية طالعين بيتطوحوا برضو. ايه اللي حصل؟ قالوا لهم ايه ده، انتوا كنتوا بتشربوا مية، احنا حاطين لكم في الازازة مية. اللي حصل ايه؟ انه العقل صدق الكلام، ما خدش باله من الطعم. اخدين بالكم؟ يعني مش مثلا هو شرب قال ايه ده، ايه ده حاجه ولا ليها طعم ولا ريحه ولا اي حاجه، انا حاسس ان انا بشرب ميه. لا، هو خلاص عقله اخد المعلومه انه هيشرب حاجه مسكره، فبدأ العقل يديله احساس السكر، وبدأ يطوحه، وبدأ العقل مش عارفه ما يتزنش. شفتوا بقى؟ شايفين قدرات العقل؟ طيب، احنا بقى عايزين نعمل الكلام ده على موضوع العصبيه لو سمحتوا. مش كل ما اكلم حد يقول لي اصل انا اتعصبت، مش كل ما طلاق اصل جوزي اتعصب فطلقني، اصل مراتي مش عارفه عصبتني فعملت كذا، اصل الولاد عصبوني، اصل بقى في ايه يا جماعه، في ايه؟ هي كوكاكولا؟ ايه إيه الحل؟ كوكاكولا؟ ايه الحل نتعصب؟ لا، لا مش كده. فحضرتك اعملي رابطة تانية للمخ. اولا كسروا الرابطة بتاعت العصبية، اللي هو ايه؟ كل ما حاجة تضايقني او كل حاجة تحصل حضرتك عامل رابطة ان العصبية دي هي الحل. تمام. فاول حاجة بتحصل انت تقوم جاي معلي صوتك وتتنرفز وبتاع، يتفرز في جسدك هرمونات منيلة، تعمل لك توتر، وتلاقي نفسك بقيت نار، والعضلات بتاعتك تنفر كده، وتلاقي العروق بتاعته طلعت لبره، يقول لك ده عرقه هيطق. انت استفدت ايه باللي انت وصلت له ده؟ ايه اللي استفدته؟ اولا ما حلتش المشكله. يعني انت لو في مشكله دلوقتي ما اتحلتش، بل بالعكس دي زادت اكتر، وممكن ينتج عنها خراب او تدمير لنفسية طفل بيشوفك وانت متعصب. او لو في شغلك ممكن يطردوك اساسا، او مثلا يعني لا قدر الله تحصل مشاكل ومصايب مع الناس، مديرك، زملائك في الشغل كده او في البيت بقى. آه، الناس بتشيل جامد من بعضها بسبب الموضوع ده. ثانيا انت حطيت جسدك في وضع طوارئ، الوضع ده بيتعبك انت ويخليك عبال ما تفوق منه. يعني الناس اللي بتتعصب دي عبال ما تهدى بتاخد لنا 6 7 ساعات، وممكن اليوم كله يبوظ. فانت كده كده دمرت يومك. طب ليه؟ تعالوا بقى نعمل إبدال ونحط رابطة تانية في المخ، إن أنا لما أتعصب أتنفس. إيه رأيكم بقى في الحتة دي؟ ها؟ أو لما حد يضايقني أتنفس، أخد نفس يعني. طب ما إحنا طول اليوم بنتنفس عادي. لا، إحنا تنفساتنا دي هجس. النفس بجد حضرتك لازم تاخد ستوب كده، وتشد اكسجين جامد قوي، لان الاكسجين الرهيب اللي انت بتشده في النفس الجامد ده بيعمل للمخ تغذية. فالمخ اكنك بتنعنشه كده، بدل ما ترخم عليه وتفرز له الهرمونات الحارقة. لا، انت شد جامد كده، هتلاقي المخ اخد كمية اكسجين خلاه يوقف اي حاجة ويركز في الاكسجين.
وبعدين خلي الهواء اللي دخل ده يقعد شوية في صدرك. لأن ال- التنفس اللي هو شهيق زفير شهيق زفير ده مش هو ده اللي بيخلي الإنسان يتزن. ده احنا بنعمله تلقائي طول اليوم. لكن لو انت عاوز تعمل بديل للعصبية، فحضرتك شد أكسجين وقعده شوية في صدرك، وبعد كده تفه من الفم. يعني خد من الأنف وطلع من الفم. وانت بتطلع من الفم طول شوية، يعني تف هوا كتير كده. تمام. لأن ده بياخد الشحنة السلبية اللي حصلتك دي وبيطلعها. لو عملت ده مرتين تلاتة بدل ما تتعصب هتلاقي الأمور أهدى بياما. فإيه رأيكم نعمل الرابطة الجديدة؟ كل ما حد يضايقني اتنفس، كل ما حد يحاول يستفزني اتنفس، كل ما مراتي تقول لي كلام يعصبني، لا انا هتنفس مش هتعصب. كل ما موقف يحصل يضغط عليا هتنفس. شايفين؟ شايفين؟ انت بتبدأ تعمل رابطة جديدة للمخ بحاجة جديدة. طب ازاي بقى اعملها؟ لازم دلوقتي تعملها. يعني وانت بتسمعني دلوقتي لازم تتنفس الاول. فاتعلموا بقى النفس الجديد ده. اكسجين جامد قوي قوي. عمركم جربتوا كده تاخدوا كمية اكسجين شفطة كبيرة قوي بحيث ان صدرك ده يطلع شوية لقدام كده تحس ان هو اختلف؟ يبقى كده صدرك اتملى اكسجين. ما تطلعوش على طول، ثبته في صدرك، وبعدين طفوا من فمك كده، وكتر شوية عشان يطلع مع الشحنة ايه السلبية. طب ايه رأيكم نحط نكهة؟ نكهة بقى للتنفس ده. بحاجة جميلة قوي ولطيفة قوي وكلها حسنات. إيه، التسبيح. يبقى حضرتك بعد ما تاخد التنفس تعمل كده: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خدوش منك دقيقة، ثانيتين بس. يعني في الحديث انه الملائكة بتنتبه لأكتر ذكر هو ده: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولو قفلناهم برقم 5 وهي أعظمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا مش قصدي أعظمهم يعني إن هم يبقوا كلهم عظمة يعني. بلا حول ولا قوة إلا بالله يبقوا 5 كده: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول لك لما أنت بتقولهم على بعض كده الملائكة بتنتبه قوي قوي للموضوع ده، بتنتبه قوي للذكر ده لأنه حسناته ضخمة. حضرتك هتعمل التنفس في دقيقة، والذكر اللي أنا قلته ده ما خدش مني ربع دقيقة بس بدل العصبية. يبقى تاني برمج مخك معايا: لما حد يضايقك يستفزك، ضغوط تيجي عليك، كلام ما يعجبكش، حاجة بتحصل قدامك مش المفروض تحصل او مش زي ما انت عاوز، او الوضع بيخرج عن السيطرة، هاخد النفس اقعده في صدري على قد ما اقدر، اطفه من الفم تاني مرة تانية، وقعدوا في صدري اطفه من الفم. بيسموا الموضوع ده 4 4 6، يعني 4 عدات تاخد نفس، 4 عدات تحطهم في صدرك، و6 عدات تطلعهم من الفم. 4 عدات يعني ايه؟ يعني وانا باخد التنفس بعد اهو: 1 2 3 4. بتعد جواك مش بتقول طبعا بالكلام، انت هتتنفس مش هتعرف تتكلم بس انت بتعد بمخك يعني. ماشي. 4 عدات في صدرك بتسكت كده شوية: 1 2 3 4. بعدين 6 عدات اللي هو بتطلعه من الفم. وبعدها يلا يلا بقى خد الهدية، النكهة اللطيفة دي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أتحداكم لو حد عمل كده وتعصب، أتحداكم لو حد عمل كده ولقى نفسه صوته عالي أو بيصرخ أو بيفقد السيطرة، أو أنا كده منعت أصلا الهرمونات الحارقة إنها تدخل جسدكم أو إنها تتفرز ساعة الإيه المشكلة. طيب بعد ما عملنا كده انت كده يعني حلتيها لنا؟ ما اتحلتش. لا، ما هو انت هتبدأ تحل بقى. انت جاست عملت كده. اولا انت لما قلت الذكر انت استدعيت ملائكة، فالملائكة حضرت، يبقى مفيش شياطين. فالشيطان اللي كان جاي وقت العصبية مشى وجاب بداله ملائكة.
يبقى الدنيا هتبقى هادية. وحضرتك لما خدت الاكسجين ودخلته جامد للمخ، فمخك صح واتنعنش وهيبدأ يفكر. لان وقت العصبية يا جماعة احنا مخنا بيقف عن التفكير حرفيا. مخك بيقف تماما، تلاقي نفسك قفلت. فوقت العصبية دايما الرجالة يقولوا ايه، احنا ما شفناش قدامنا. ووقت العصبية للستات تقول لك ايه، انا ما حسيتش بنفسي. صح، عشان مخك قفل، مخك وقف خلاص. لكن انت لما تعمله التنفس، المخ بيبدأ يتنعنش ويبدأ يركز، يقول طب هو في ايه بقى، تعالى نفكر. طب بعد الذكر جبنا ملايكة، الله ده احنا هنفكر وفي ملايكة، ايه الجمال ده. ده احنا هنفكر بالراحة بقى، ده احنا هنفكر ونشوف الموضوع ايه، هو ليه المشكلة دي حاصلة، هي ليه قالت لي كده، هو ليه استفزني كده، هو رد الموضوع ده ايه، هو رد الفعل المفروض هنا يبقى ايه. فتبدأ تفكر، فتبدأ تعمل الموقف صح. لا تندم بقى انك اتعصبت فالموضوع باظ منك، ولا تندم ان ابنك شافك وانت متعصب، ولا تندم ان انت طلقت عشان اتعصبت، ولا تندمي ان انت قلتي كلام ما ينفعش عشان وقت عصبية، ولا هنيجي للندم خالص. احنا حوالينا ملائكة. الموضوع بقى مبارك. انت طبيعي انك تتنرفز على فكرة، ده انت انسان. ولكن انا بعمل لك طريقة احلى تحل لك المشكلة، وفي نفس الوقت تاخد حسنات، وفي نفس الوقت الملايكة بقت حواليك، مخك اشتغل افضل، فهتعرف تحل مشكلتك بطريقة افضل. اتفقنا؟ طيب اللي مش عارف بقى يحلها هيعمل انسحاب، هيقول معلش انا دلوقتي سيبوني اما اهدى، هبقى اشوف المشكله دي حلها ايه، او انك تمشي من المكان. اتمنى اللي يعمل لايك على على الفيديو ده يكون منفذ التنفس معانا، حس بالفرق، استحضر ذكر الله وهو بيقوله. وفعلا اتمنى ان الجميع يعمل ابدال في المخ للموضوع ده بدل العصبية. هتلاقوا المواقف معاكم فرقت كتير قوي، وبدأتوا تعملوا ردود افعال يعني مناسبة للموقف. وهنطلع من دايرة الندم وجلد الذات اللي بتبقى بسبب العصبية، ونرجع تاني شعب مصري رحيم ورؤوف، مش شعب مصري متعصب.